السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا صباح السعادة، يا صباح الهنا على حضراتكم، صباح الورد والنشاط، صباحكم معطر بذكر الله، يذكروا الله وصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أقول لك يا ست البنات على حبة حاجات هتعمليها في البيت قبل ما تنامي، روتيني يومي ليكي. هتقومي الصبح تلاقيكي زي القمراية، شهر واحد وهتبقي ايه، برنسيسة. يلا بينا. عايزة تقيلي حواجبك، فازلين، طب من الصيدلية، وتدهني حواجبك قبل ما تنامي. ان شاء الله شهر واحد وهتلاقي حواجبك كتير جدا. الناس اللي بتشتكي من الرموش القصيرة، مسكرة فاضية نظيفة تغسليها، حطي فيها شوية زيت خروع من عند العطار، نشفيه كويس عشان ما يبقاش فيها كتير، وابدأي حطيها على رموشك قبل ما تنامي، بس بحيث ان هو ما يدخلش عينيك. البشرة اللي فيها فتحات كتيرة وفيها ثقوب كتيرة وبشرتها متفتحة، مكعب تلج الصبح قبل ساعة ما تقومي من النوم ومشيها على بشرتك، ان شاء الله هيقلل جدا المسامات الواسعة وهيشيل كل التفتحات اللي في بشرتك. المرطب يا جماعة اساسي 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 في يومك ده، كل يوم روتينك قبل ما تنامي لازم تدهني وشك مرطب. مرطب بيخلي بشرتك طرية، تقوم الصبح كده تلاقيها حلوة ونضرة وفيها طراوة كده وجميلة. وكمان عندكم الفيديوهات بتاعت الكريمات المرطبة ان شاء الله موجودة على القناة، شوفوها ان شاء الله هتعجبكم جدا. آه الناس اللي بتخرج يوميا وبتشتكي من موضوع خط الطرحة، هنا لون وهنا لون، وبشرتي دايما موجهة للشمس وبتسمر، اقولك على فكرة حلوة جدا بسيطة قوي قوي. ميه ورد بقطنه وتمسحي وشك، بعد كده دقيقتين وتضيفي عليها كريم مرطب، دقيقتين تانيين وبعدين تحطي الصن بلوك بتاعك قبل ما تخرجي، ان شاء الله وشك مش هيتعرض لشمس، مش هيتأذى خالص، ولا هتشوفي حز الطرحه اللي متعلم على طول في وشك ده. ادعيلي. في نقطه تانية اخيره، سؤال من المتابعه: اغسل سناني ازاي؟ خصوصا ان انا كل فتره اروح لدكتور الاسنان انضف اسناني، والاسعار يعني التنظيف غاليه جدا. حضرتك بدون ما تروح للدكتور خالص، ملح وعصير ليمونه، هتبلي الفرشة بيهم وتغسلي اسنانك كويس جدا، ان شاء الله هتنزل كل الجير وتنضف، بعد كده اغسلها بمعجون. الا الناس اللي عندها حساسية ضد الليمون، بلاش تستعملي، يبقى تستعملي حضرتك ايه، ملح فقط. ريحة الفم، الناس بتصحى الصبح ريحة الفم تلاقيها كده مش حلوة، شرايح خيار هتبدأي تمصيها، هتشيل كل الروائح دي وبعد كده تغسلي سنانك. صباحكم زي الهنا، صباحكم زي الورد. ما تنسوش الصلاة على الرسول في الكومنتات، تدعوا لي دعوة حلوة من قلوبكم، واللايك. صباحكم زي الورد، صباحكم زي الفل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.